السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احضروني بقى وتعالوا شوفوني انا ظالمة ولا مظلومة. جوزي بيقول لي يا ظالمة يا مفترية هتموتي العيال. قلت لهم لا ابدا ابدا ابدا، ده ولاد وروحوا فيه، ده كده هيموتوا لو انا سبتهم وما عملتش الاكلة دي ترم عظمهم بعد تعب الشهر ده كله. قال ايه؟ العيال تعبانة وعندهم دور برد شديد ومش راضي السخونية تنزل، وبقالهم شهر ما اكلوش حاجة خالص. اسيبهم كده؟ لا، وسوايل سوايل بس، والدكتور كمان بيقول لي استمر بالسوايل كمان اسبوع ولا شهر كمان شهر كمان. قلت له حاضر من عينيا، والله ما هيحصل ابدا. امال هتعملي ايه يا ام انس؟ هروح اطبخ فرخة بلدي كده جميلة، واعمل لهم شوية لسان عصفور بقى كده يرموا عظمهم. واحنا كمان الدور مسكنا كل البيت، جوزي وانا واولادي، والدور مش راضي يطلع خالص. هتعمل ايه يا ام انس؟ يا لهوي العيال عندها حمى، العيال ممنوع منهم الاكل دوت. جوزي بقى واقف ورايا، ما تعمليش حاجه ما تعمليش حاجه. قلت له حد الله، ده لازم اطبخ للعيال واغذيهم واكلهم واكل انا كمان جنبهم. عايز تاكل كل، ما تاكلش ما تاكلش انت حر. تعالوا بينا بقى نشوف عملت لهم ايه. جبت لهم حته فرخه بلدي كده جميله، وما استخسرتهمش فيهم، كانت بتبيض والله، بس ايه، مش خسارة. المهم بقى ان العيال تاكل وترم عظمها كده بعد الجوع الكتير اللي احنا كنا فيه ده شهر كامل. حلبة ليسون سوايل حاجات من ديت، يا لهوي المعدة بتاعتنا قفلت مصارتنا اتلوت. المهم بقى حبايب قلبي قلت لا حد الله، لا لازم اعمل لهم اكله ترم عظمهم. وعايز تاكل يا ابو انس كل، اهلا وسهلا بك. مش عايز تاكل احنا هنقوم بالواجب وهناكل الاكل كله، ما تشتلش اي هم انت. واقف جنبي بقى يقول لي يا مفترية هتعيل عيال كمان، يا مفترية ده حمى، يا مفترية سوايل جبن حاجات من ديت زي ما الدكتور قال. عدت الكشف مرة واتنين وتلاتة، وكل يوم العيال جعانين يا ماما جعانين يا ماما. هم ما بيقولوش لبابا جعانين يا بابا، او بابا في الشغل وماما اللي بتمسك العيال طول النهار جعانين يا ماما جعانين يا ماما. طب وبعد كده اعمل ايه؟ الجبنة مش راضيين ياكلوها، السوايل مش راضيين يشربوها، العيال ما بتاكلش سميت، خلاص مصارينهم نشفت، بطنهم مفيش. جبت فرخية جميلة، وجبت بصلاية كده متقطعة، وجبت قرن فلفل كمان متقطع، وجبت الفرخة بتاعتي غسلتها كويس وخليتها شمعة منورة زي العسل كده. وكمان عملتها كده بالتتبيلة ديت، وحطيت عليها شوية فلفل أسمر، وحطيت كمان شوية كمون وشوية البهارات اللي عندك الجميلة كده، مع رشة ملح كده على الخلطة ديت. ودعكت الفرخة بتاعتي من جوه كده ومن بره، وخليتها ايه تشرب من الخلطة بتاعتي كلها، وركنتها كده على جنب تشرب بقى من التتبيله بتاعتها كده وتدوب فيها كده. تعالوا بقى جبت حله كمان على النار وقطعت فيها كمان بصلايه وقرن فلفل سبايسي بقى، حلو كده مش حراق ولا حاجه. المهم حبايب قلبي خدت بقى القنصايه والكبدايه بتاعت الفرخه وحطيتهم كده في البصلايه، وتنتني اقلب فيهم بقى كده لحد ما خدوا معايا تتبيله كده ولون، حسيت ان هم قربوا يستووا شويه كده. بدات حبايب قلبي بقى زي ما انتوا شايفين كده دبلوا كده معايا ودخلوا في السوا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. وايدي مستمره فيهم تقليب لحد ما ادونا بقى كده اللي هو نص السوا ده. تمام. في الوقت دوت بقى جبت كيس لسان عصفور اللي هو نص كيلو تقريبا كده، وضفته كده على البصلايه والقرن الفلفل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. وقلبته كويس كده بحيث ان هو لما خد معايا لون ذهبي كده، لون ذهبي مش غامق قوي ولا فاتح قوي، يعني حسيت كده ان هو اصفر معايا لون ذهبي كده. بدأت بقى ان انا انزل معايا، عندك مية كده مغلية، عندك مية من الحنفية، المهم ان انت هتحطي له نص كوباية كده وتسيبيه نص سوا بس كده، وتحشوا منه شوية زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا حشت منه شوية كده احشي بيهم الفرخية بتاعتي ديت. ما انا لازما اغذي العيال بعد الجوع اللي هم كانوا فيه ده. العيال ما عادش فيها خالص، تعبت هبطت، قلوبنا هبطت من قلة الأكل. وكمان الدكتور بيقول مسلوق 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 كمان فترة قدام. لا خالص والله ما هسمع كلامه، ده الأكل هو اللي قوانا، والأكل هو اللي خلى
الاولاد تحسي كده ان وشهم رد فيهم الروح كده، وحسيتي كده ان ما عادش فيه هبوط، مع الادويه طبعا اللي احنا مستمرين عليها حسيت ان الدور بدأ ان هو يروح من عندنا. المهم حبايب قلبي، جبت بقى اللسان العصفور بعد ما برد معايا كده، وجبت الفرخية بتاعتي وحشيتها اللسان العصفور زي ما انتوا شايفين كده، وكتفتها بالمنظر الجميل ده. وتعالي بقى حبيبة قلبي كده، جبت حلة ما حطيتش فيها اي دهون خالص، لان الفرخية بتاعتي بسم الله ما شاء الله كده عتقية جميلة كده، سمينة كده، ولو ملاحظين ان فيها دهن كمان من جوه، يعني هي الوحيدة سمينة في بعضها كده، وهتنزل سمانة كمان. ايه المطلوب؟ ان انا ما حطيتش فيها اي مواد دهنيه خالص في الحله، وزي ما انتوا شايفين بتحمر نفسها بنفسها، بتنزل السمانه اللي فيها، وبتدي اللون اللي انتوا شايفينه دوت لوحدها. بعد ما قلبتها على الاربع جوانب كده واديت لها اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، بدأت بقى ان انا انزل عليها بالمكونات بتاعه الشوربه العاديه بتاعتنا اللي احنا بنعملها بيها على طول بقى. طماطمايه طرنشات مع قرن فلفل طرنشات مع بصلايه طرنشات كده، وحطيتهم على الفرخة بتاعتنا. وحطيت كمان بهارات بقى، عود قرفة مثلا، ورقة اللورا، مثلا شوية حبهان، فلفل أسمر، المهم الموجود عندك بهارات الشوربة العادية اللي احنا بنستعملها ضيفيها. وخلاص عملتها كده وضفتها مية كمان وسبتها ان هي تستوى براحتها. وده منظر الفرخة بتاعتنا الجميلة. لاحظوا معايا كده البلدي، الفرخة الجميلة بتاعتنا البلدي يوكل تمام. جبت بقى الفرخية بعد ما استوت، وهي لو حابين ان انتوا تاكلوها كده عسل قوي، يعني هي اصلا محمرة نفسها من قبل كده، جميلة قوي. جوزي بقى واقف جنب، طب بلاش تحمير، طب بلاش تدخلها الفرن، طب بلاش حلوة قوي كده هناكلها، اعتبريها مسلوقة للاولاد. يا لهوي اسكت بقى. ايه انا هعملها، يعني هعملها عشان نفسنا تتفتح عليها كده، ونحس ان احنا ايه، عايزين حاجة حلوة كده ناكلها. المسلوق خلاص وجع بطننا، ما عدتش حاملة مسلوق تاني خالص. المهم بقى حبايب قلبي، عملت بقى معلقة صلصة كده موجودة عندي في التلاجة، وعليها معلقتين من الزيت، ورشة ملح ورشة فلفل أسمر، وقلبتهم كويس كده، ودهنت الفرخية بتاعتي الجميلة كده بهم بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. الفرخة بتاعتي بعد ما دخلت الشواية وخدت معانا اللون الجميل دوت من جميع الجوانب بتاعتها، بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اللحمه بتاعتها حمرا وجميله جدا، بلدي يعني بلدي، والبلدي بقى ما فيش كلام بعد كده. وشويه اللسان العصفور زي ما انتوا شايفين كده، والله بقى على شويه اللسان العصفور اللي في قلب الفرخايه. بصوا بقى كنت قاعده باكل مسعوره عن الاكل، شهر بحاله ما طبخناش فيه، ما اكلناش فيه اي لحوم، ما اكلناش فيه اي حاجه، يا دوب السميط والسوائل. بصوا بقى، ايه رأيكم في اللي انا عملته؟ بجد بجد والله ولادي احتيت وانا احتيت كمان، الدور راح من عندنا. بس شوية شوربة كمان بقى كده، واقفين جنبي يقولون طب هاتوا الاكل يا ماما، طب يلا ابو انس، طب يلا حطوا الاكل. ايه يا ابو انس انت مستعجل قوي على الاكل، ما كنتش عايز تاكل، ما كنتش عايز تاكل الاولاد. شوية شوربة بقى وليمونة بحالها كده، اعصريها على شوية الشوربة، وعينك ما تشوف الا النور، وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.